وبيبدأ فيلمنا النهاردة على الهادي كده، واحنا فوق مش في سطح البيت، لا في الفضاء يا مؤمن. بنشوف واحدة ست، مش أي ست، دي عالمة فضاء اسمها دكتور إلارا، قاعدة جوه سفينتها الفضائية وبتجري على ودانها، مش لاحقة على اللي بيحصل. ليه؟ علشان في سفينة تانية جاية عليها بسرعتها زي طلق، ولسه كام ثانية وهتخبط فيها خبطة العمر. فالمسكينة بتفتح الاتصال على عجل وبتبعت رسالة سريعة للمركز الرئيسي اللي على الأرض: الحقوني يا ناس، في كارثة جاية. بس قبل ما نفهم ايه اللي حصل، الصورة بتقطع والمشهد بيظلم، واحنا لسه مش عارفين السفينة اللي جاية دي تبعنا ولا تبع كائنات، ولا جايين يشربوا شاي ولا يخلصوا علينا. استنى بس قبل ما نكمل الفيديو، اضغط لايك علشان نعرف كم واحد مسلم شاف الفيديو، وصلي على النبي في الكومنت، ما تستقلش بالنية، ربنا بيشوفها. واشترك في القناة لو لسه ما عملتش كده. يلا بينا نرجع للفيديو قبل ما البطارية تخلص من الحماس. ويا دوب المشهد يقطع، نلاقي الكاميرا نازلة بينا لتحت للأرض، وبنقابل أول شخصية معانا في الحكاية دي، ليام. طفل كده ساكت قاعد لوحده في أوضته، حاطط وشه في الكمبيوتر وعامل نفسه مش شايف حد. شكله كئيب شوية، منعزل، لا ليه أصحاب ولا بيخرج ولا بيضحك، زي ما يكون الزمن دايس عليه. وهو طبيعي يعني، من ساعة ما أبوه مات وهو اتقفل على نفسه. تيجي أمه تفتح لنا باب من الرحمة، بتقعد جنبه تهون عليه وتمسح دموعه اللي مش بيبانوا، وفي نفس الوقت بتقنعه يروح المركز التأهيلي ده اللي ممكن يطلعه من اللي هو فيه. تتعلم يا ابني تعتمد على نفسك وتبقى أقوى وتواجه الدنيا. ويا دوب نخلص من ليام نروحها تاني إيثان. يا سلام، ده بقى ما طلعش من بطن أمه، ده طلع من بنك مركزي، مولود وبقه فيه معلقة ذهب، وأهله بيأكلوه فعلنا بمعلقة ذهب. بس شوف بقى، لما لقوا الولد بايظ زيادة عن اللزوم، قرروا يبعتوا هو كمان لنفس المركز التأهيل. قالك نرجعه بني آدم قبل ما يبقى تمثال. وتالت طفل في فرقتنا النهاردة بنت، مش أي بنت، دي آفا، بنت قلبها مليان وجع بس ما بتبينش. أبوها جايبها المركز برضه، بس مش علشان تتعلم أو تتغير، لا، شكله كده جايبها يتخلص منها وخلاص. ليه؟ لأن الراجل كان نفسه في ولد، وأول ما طلع له بنت بقى شايفها حمل تقيل. آفا حاسة بده كله، ساكتة بس قلبها بيتكلم، مش بتضحك، مش بتتكلم، ومش عايزة من الدنيا لا صاحب ولا حبيب، كأنها واخدة عهد إنها تعيش لوحدها. نرجع بقى لليام اللي بيجي المركز، وأول ما يدخل يستقبله المدرب، مدرب من نوعية أنا جامد وهطلعكوا سوبرمان في أسبوع. يبدأ يرمي عليه كلام تنمية بشرية كده من بتاع لازم تكون قوي، لازم تواجه خوفك، لازم تنسى اللي فات. ويليام واقف ساكت مش فاهم ده مدرب ولا قاضي. بس وسط الكلام ده كله عينه بتروح على آفا، يحس كده بحاجة مش حب، لا بس فضول، راحة، إحساس إنه مش لوحده في تعب. يقرب منها، يحاول يتكلم، تقول له بمنتهى البرود أنا مش عايزة أعرف حد، خليك في حالك. المهم أمه تسلمه وتسلم عليه وتمشي. ويليام يبتدي رحلة جديدة في حياته، التمارين. أيوة يا مو، تمارين، نطفقة، حبل، تحدي، والمدرب واقف ينبح زي الكلب، أقوى، أسرع، انت تقدر. بس ليام اول ما جه وقت النط وقف على الحافه وبص لتحت، قلبه قال له ارجع. العيال يتريقوا، يضحكوا، يهزروا، وهو يجري على اوضته ويجري من نفسه. وبالليل في عز البرد والسكون في المخيم، والليل نزل يا سادة، والمخيم اتملى نور وبشر وضحك، كل شلة قاعدة مع بعضها، كل حد لاقيله ظهر وسند إلا ليام. الواد واقف لوحده بعيد عنهم كلهم، كأنه مش من هنا. راح واخد نفسه ومشي لحد الجسر الخشبي اللي بيطل على الغاب، وقف هناك والهوا بيخبط في وشه وعينيه معلقة في السما، بيفكر في أبوه اللي مشي وسابه، والفراغ اللي عمره ما اتملى بعده. قلبه مليان ومش لاقي ولا كلمة تطلع. وفجأة تيجي آفا من بعيد ماشية في هدوء، تقف وراه كده من غير صوت. هو حس بيها بس ما تكلمش، وهي واقفة ساكتة كأنها بتقول له أنا زيك، بس كل واحد فينا بيداري بطريقته. وبعد المشهد اللي قلب القلب ده، يجي الصبح ويقرروا يطلعوا رحلة. ركبوا عربية كبيرة كده شكلها باص قديم متكعبل، وطالعين بيها يخيموا في مكان بعيد شوية. بس يا فرحة ما تمت، وصلوا لقوا المراكب متبهدلة والمية شكلها ياي. قالك لا نازلة ولا فسحة النهاردة، قامت تمشي لوحدها وسط الطبيعة، بتحب الوحدة كده زي طبعها. ليام قالك الفرصة جات، قوم يا بطر يمكن تعرف تكلمها حتى تبقى صاحبها. مشي وراها بخطوات مترددة لحد ما لقاها واقفة فوق الجبل بتبص على الغروب، وهو يطلع لهم ميثان، الولد براني اللي دايما فاكر نفسه الزعيم. وقف قصاد ليام وقال له انا هعلمك ازاي تكون راجل، وبدا يزق فيه يحاول يوقعه من فوق الجبل. اثبات شجاعه؟ لا يا عم ده غباوه. لكن فجاه من ورا الشجر يجي جايد، الولد الجدع اللي لسه ما دخلش الصوره قوي، ظهر زي البطل وقال لإيثان سيبه احسن لك، ومدور له بوكس محترم نزله الارض. جايدن اللي هو مارك
عند جدك بيقول ليثان سيبه يا عم احسن وما يلحقش يكمل الجمله الا ويده طالعه بالعرض، بوكس من اللي بيرن في الدماغ ينزل الغني الارض. قال يعني حابب يتعلم الشجاعه على جثه حد تاني؟ ليام واقف مصدوم مش فاهم ده انقذه ولا بدا معركه جديده. وافا كمان جت على صوت الخناق، وافا بعيد بس عنيها مش سايبه الموقف. وفجاه تيجي صوت غريب يرن من جهاز الطوارئ اللي معاهم، رساله فوريه، غاره جويه والشيكه اختبئوا فورا. كلهم وقفوا مصدومين، ده مش فيلم ده واقع. بصوا للسماء لقوا طيارات جايه، صواريخ بتنزل والدنيا ولعت فوق دماغهم. يجروا بسرعه على المخيم، نفس المكان اللي كانوا لسه فيه، بس لما وصلوا لقوه فاضي، ولا مدرب ولا اطفال ولا حتى خيم، كأن الارض بلعته واللي لسه هناك خلاص راحوا. يدخلوا القاعه الكبيره، يحاولوا يشبكوا على اي شبكه، يكلموا اي بشر، ولا صوت ولا ارسال، كأنهم في كوكب تاني. جايدن قال بحسم ما ينفعش نقعد هنا، الصاروخ الجاي ممكن يخلينا ذكريات. طلعوا بسرعه من القاعه وفعلا الطيارات رجعت والهجوم رجع والدنيا اتقلبت. بس لحظة ما اتشقت وسقطت قدامهم سفينة ضخمة غريبة، نفس اللي شفناها في أول الفيلم مع دكتور إيلارا. يجروا عليها، بابها شبه مفتوح والدخان طالع منها. يدخلوا يشوفوا يلاقوا دكتور إيلارا، العالمة اللي كانت لوحدها في بداية القصة، مصابة ومهدودة. تقول لهم بصوت ضعيف اسمعوني المفتاح ده، وتقلع من رقبتها سلسلة فيها مفتاح غريب كده شكله مش عادي. تكمل بصوت متقطع المفتاح ده لازم يوصل لوكالة ناس، لازم بأي تمن، ما يقعش في إيد أي حد تاني، وتسلمه لليام. هو ياخده بإيده ولسه هيقول تمام، وفجأة يطلع من السفينة وحش ضخم عينه بتلمع وبيزوم ويفتح بقه، وهوب يبلع دكتور إيلارا بلعة واحدة كأنها كانت سناك ما بين اللجبات. وقبل ما يلحقوا حتى يقولوا بسم الله يطلع وراه وحش تاني، واحد أصغر بس سريع وشرس، كأنهم فريق أب وود، بس بدل الأبوة عندهم شهوة أبي. العيال بصوا لبعض وقالوا في سرهم اهرب يا عم. جروا كلهم بأقصى ما فيهم، والوحش الصغير بيجري وراهم زي الكلب اللي شاف لحم. وصلوا المطعم مهجور في نص الغابة، دخلوا يتنافسوا يلقطوا نفسهم، لكن الوحش ما كانش ناوي يسيبه. جايدن مارك سابقا قال سيبوه عليا، عمل حركة حلوة، خدع الوحش وخلاه يدخل جوه المطبخ الخلفي، وفجأة قفل عليه الباب الحديد وقفل من بره زي الزنزانة. بقية الفريق طاروا من المطعم جري، قسموا نفسهم على اتنين استخبوا في أوضة ضلمة، والاتنين التانيين جروا على السفينة يحاولوا يلاقوا مكان أمان. في الأولية وافا كانوا خلاص على وشك يودعوا الدنيا، لكن سفينة فيها حاجة غريبة، ضغط حرارة، زرار مش معروف، وواحدة من رجليهم خبطت فيه بالغلط، وفجأة نار طلعت لهب جامد من فتحة جانبية. النار مسحت الوحش الصغير ومسحته من الوجود، اتفحم في ثواني ووقع زي الخرد. سكون تام. العيال بصوا لبعض مرعوبين مش مصدقين انهم لسه عايشين ولسه بيقولوا يا هارب من الغولة. يظهر الوحش كبير ويبدأ يزقر بصوته اللي يهز الجبال، وشه متشرب ندم وغل. العيال بيجروا بيعيطوا بيكعبلوا، وهو قرب يا مؤمن لدرجة انه كان هيبلعهم بلعة واحدة زي ما عمل مع الدكتورة. لكن في اخر لحظة طيارة حربية تخترق السماء، تيجي من فوق وتضرب بالرشاشات تقطيع، تمشي على الوحش مشي، وفي ثواني الوحش الكبير يتهد يقع ويسكت. العيال بصوا لبعض تنفسوا وقالوا الحمد لله، بس ما لحقوش يفرحوا، دخلوا في خناقة محترمة. ايثان قال ده بسببك، ليام قال انا كنت بحاول، جايدن قال كفاية صراخ. بس اللي لملمتهم كانت آفا، وقفت قصادهم وقالت يا جماعة احنا معانا المفتاح ومعانا مهمة، ولو ما وصلناهوش لوكالة ناسا الدنيا دي هتخلص على طول. الهدوء نزل والعيال قرروا ياخدوا العجل اللي معاهم ويطلعوا على الطريق. بدأوا يمشوا، وليام اللي عمره ما ركب عجل قبل كده حاول يتعلم، ساعدوه شجعوه مسكوه من ظهره، والأول مرة ركب العجلة وسقه فرحان زي طفل طاير فوق السما، ضحكته طالعة من قلبه. لكن وهو سايق خبط في الرصيف ووقع. كلهم جروا عليه طمنوا وهو بيضحك وهو واقع، بس قبل ما يلحقوا يشيلوه وقفوا فجأة. نظروا للمدينة من بعيد، الدنيا بتولع، أبراج بتقع، سما سودة والنار طالعة من كل حتة. قالوا في سرهم العالم بيخلص بجد. وبعيد عنهم في حتة مهجورة الوحش الكبير كان لسه عايش، واقف وسط الحطام بيبص على جثة ابنه الصغير اللي اتحرق. عينه كلها انتقام وقال في صمته مش هسيب حد في العالة دي، مش بعد اللي عملتوه في ابني. العيال كملوا طريقهم ووصلوا للمدينة ولقوها خراب، ولا بني آدم في الشارع ولا حتى صوت عصفورة. ماشيين وسط الزحمة اللي بقت رماد، حيطان متكسرة وريحة الموت مالية الجو. جايدن قال لازم نروح اسم الشرطة، يمكن نلاقي حد، يمكن نعرف نتصل بحد. دخلوا كلهم الاسم، بس جايدن وقف على الباب ما دخلش، فضل ساكت. والباقيين دخلوا يدوروا ينادوا يفتشوا، لكن الاسم فاضي، لا ضباط لا مجرمين ولا حتى ورقة على الأرض. العيال قلبوا الاسم فوق تحت، بس طلع فاضي، لا ضابط لا شاويش لا حتى مجرم سرق كوباية شاي. بس ليام جابرييل وهو ماشي وسط الزنازين سمع صوت قرب، لقى واحد محبوس لوحده قاعد هادي كده، كأن القيامة بره مش فارقة معاه، وشه فيه ملامح تعبانة بس عينه فيها ذكاء. اسمه داكس. ليام قال له انت ازاي لسه هنا؟ رد داكس كنت مستني حد يفتح لي وها هو جه. بدأ يتكلم
بيتكلم وبيقول لهم انه ممكن يساعدهم بس محتاج يخرج. العيال وقفوا يتشاوروا، كل واحد شايف حاجه مختلفه. ايثان قال ازاي نثق في واحد محبوس؟ مش يمكن يكون خطر؟ ايفا قالت بس هو الوحيد اللي شفناه حي، يمكن فعلا يعرف يساعد. لكن اللي قرر كان ليام. رمى المفتاح من بعيد وقال له لو كدت علينا انا اللي هحبسك تاني. مشوا كلهم معاه في المدينه. الهدوء قاتل، الشوارع عامله زي فيلم ابيض واسود من كتر الخراب. لكن فجاه عربيه شرطه بتعدي، نورها بيقطع الضلمه وصوت العجل بيطقطق على الارض. جروا يشاوروا ويصرخوا، ولما العربيه وقفت لقوا فيها شويه ضباط ومعاهم ناس مدنيين خايفين. الضابط نزل شك فيهم من اول لحظه، انتوا مين؟ هربانين منين؟ وده المجرم ده كان فين؟ ليام قال له احنا كنا في مركز التدريب ودي حكايتي كلها، وحكى له كل حاجه من اول السفينه لحد الوحش لحد المفتاح. ولما سلموا المفتاح الضابط وشه اتغير، قال لهم المفتاح ده دي مهمتي، كنت بدور عليه بقالنا ايام. بص لهم كده وقال بابتسامه لاول مره من وقت طويل انتوا انقذتوا اكتر مما تتخيلوا. وقال لهم يركبوا معاه الاتوبيس المصفح علشان يحميهم. ركبوا كلهم في حاله صدمه وفرحه، اول مره يحسوا انهم عملوا حاجه صح وانهم مش عيال تايهه، دول ابطال صغيرين. والاتوبيس شق طريق وسط الدمار، والعيال اول مره يحسوا بشويه امان. لكن الدنيا عمرها ما بتمشي على مزاج حد، وفجأة من فوق ومن تحت هجوم فضائي جديد، وحوش نازلة من السماء، طيارات شكلها معدي كوكب تاني، وصراخات مالية الجو. العيال اتشقلبوا جوه الأتوبيس، الناس بتصرخ والمدنيين بيتزحلقوا، والضابط بيحاول يسيطر لكن بيجي عليه صاروخ صغير بيتصاب يقع على الأرض والدم مغرق هدومه، والعيال يجروا عليه. أولهم ليام وآفا. مسك إيده وقال له احنا هنا، اصبر شوية. الضابط ابتسم وهو بيزحف من الألم وقال بصوت مبحوح اسمعوني كويس، المفتاح اللي معاكم ده أمل الأرض كلها، لازم يوصل لوكالة ناسا دلوقتي مش بعدين، لو اتأخرتوا الكوكب هيروح في داهية. قال كلمته وغاب عن الوعي. العيال سكتوا ثواني، فجأة قال جايدن يلا لازم نتحرك. جروا بكل قوتهم وسط الدخان والصراخ، وخرجوا من وسط المعركة لحد ما وصلوا لمنطقة هادية. أنفاسهم تقيلة، قلوبهم بتخبط، بس المكان ساكت. وقفوا يتكلموا وكلهم بيتلفتوا حواليهم. إيثان قال دلوقتي لازم نخطط، ازاي نوصل اسرع طريق لوكاله ناسا؟ لو ضاع الوقت احنا اللي هنضيع. وفجاه مارك وقف ساكت بيبص على بيت من بعيد، عينه مليانه دموع. العيال بصوا معاه، بيت مهدود، خرسانه على الارض، صور العيله محروقه، كل حاجه فيه اتكومت على بعضها، وكان باين انه بيته. قال بصوت مكسور ده كان بيت، هنا اتربيت، هنا كنت بنام على صوت امي وهي بتضحك، وكل ده راح. العيال سكتوا وقرروا يرتاحوا شويه، بس قبل ما يناموا مارك قال استنوا عايز اقول حاجه. بصلهم وقال انا يوم ما شفتكم اول مره كنت هربان، مش من الوحوش، من حاجه جوه قلبي. كنت ضربت واحد والناس قالت اني حرامي، بس انا ما سرقتش حاجه، هو اللي اتهمني الظلم وما قدرتش اثبت براءتي، علشان كده ما قدرتش احش الاسم معاكم، بس دلوقتي انا مش عايز اهرب تاني. العيال بصوا لبعض وبداوا واحد ورا تاني يقولوا اسرارهم. ليام انا فقدت ابويا وحسيت اني ضعيف وماليش قيمه وبالخطر اللي حواليهم. وبعد يوم طويل ومليان جري وخوف ودموع العيال ناموا. بس طبعا الهدوء ده كان هدوء ما قبل العصر. كانت حوالي 3 الفجر، وفجأة صوت خطوات كتير ووشوش بتهمس، وبعدين صوت ضربة نار بيرنج. كلهم صحوا مفزوعين. آفا مسكت ايد ليام، ومارك قام زي الصاروخ يبص من الشباك، في حد بره؟ قالها وهو بيشد نفسه من النوم. خرجوا بحذر، لقوا مشهد غريب، ناس لابسة سواتر سودة ماسكين سكاكين وسلاح ووشوشهم متغطية. واحد منهم شال الماسك، ولما وشه اتكشف كلهم اتجمدوا في مكانهم. له ماسك كل اللي هم بنفسهم انقذوه من السجن. ابتسم ضحكة خبيثة وقال انا مشيت معاكم علشان اشوف هتوصلوا لايه، ولما عرفت ان المفتاح ده غالي قررت اخده لنفسي، مش يمكن نبيعه ونعيش ملوك. إيثان صرخ احنا وثقنا فيك. لو قرب بخطوات تقيلة. الثقة دي بتيجي بعد الفلوس يا حبيبي. لكن قبل ما يمد ايده على المفتاح فجأة صوت الارض وهي بترج، وصوت متوحش جاي من بعيد، صوت الوحش الكبير جاي، كان ناوي يخلص على لو رجالته. وفي ثواني طار 2 من رجاله لو في السما زي الورق، ولو نفسه فضل يصرخ، لكن الوحش ما سمعش غير صوت الدم. العيال جريت ومارك مسك نفسه وقال سيبولي انا. الوحش ده راح على حمام السباحه المهجور وفضل يزعق تعالى يا بعبع تعالى ورايا. والوحش فعلا جري وراه، وبمنتهى الشجاعه مارك نط في الميه. الوحش نط وراه، بس ساعتها العيال كانوا بعدوا وهربوا على الاخر. بعد ما خرجوا من الخطر قعدوا على الرصيف يتنفسوا بصعوبه. إيثان قال الوحش ده عايز ينتقم لاننا قتلنا ابنه، وسكت شويه وقال انا مش قادر اكمل. الجو بقى صعب والكل كان متوتر، بس آفا بصت لهم وقالت بحماس دلوقتي احنا مش بس عيال، احنا امل العالم كله، لو سيبنا
المفتاح الارض كلها هتتحرق، احنا المسؤولين. اقتنعوا وقرروا يتحركوا تاني. دخلوا مول مهجور، اختاروا لبس جديد، شكلهم كله اتغير. جايدن لبس جاكيت اسود وايفا حطت كاب عكس الاتجاه، وبقوا شكلهم جديد عشان الوحش ما يعرفهمش. فرشوا الخريطه، خططوا الطريق وخرجوا من المول، والحظ لعب معاهم. لقوا عربيه قديمه بس شغاله، وايفا قالت انا بعرف اسوق. ركبوا، شغلوا الاغاني، والضحكه رجعت على وشوشهم. الدنيا عمرها ما تدي فرحه كام. فجاه الوحش الكبير قاعد فوق كبوت العربيه، عمال يخبط في الازاز وبيزوم زي الغوريلا. العيال صرخ، ومارك قال يلا انتوا. نطوا من العربيه زي الاكشن الحقيقي، والعربيه خبطت في سور الجسر ووقعت هي والوحش في الهواء. بس وهم بيقعوا في التراب ايفا صرخت استنوا، المفتاح كان جوه العربيه. جايدن الواد الغني وقف وسطه، الدم نازل من بطنه بس عينه كلها اصرار. قال انا السبب في اللي حصل، انا اللي نسيت المفتاح وانا اللي هرجعه حتى لو كان اخر يوم في عمري. الكل قال له انت مجنون، بس نزل يزحف ناحيه العربيه. الوحش لسه بيتحرك تحتها، دخل بالعافيه، لقى المفتاح جوه، مسكه وصرخ لازم انقذكم. ولما طلع الوحش مد ايده وغرز مخالبه في جنبه. صرخه قطعت قلب الكل، بس جايدن مسك المفتاح ورماه ناحيه جبريل قبل ما يقعهم. ايفا وهي بتساعده يجري سالته انت ليه بتساعدنا كده؟ قال لها انا بس كنت بدور على مكان انتمي ليه، وانتوا بقيتوا عيلتي. وقبل ما يكمل سالها هو وانت ليه مصممه توصلي المفتاح ده؟ سكتت لحظه وبعدين قالت بنبره كلها وجع علشان ابويا دايما كان بيقول كان نفسه يخلف ولد، انا جايه اثبت له ان البنت دي ب100 راجل. الجمله دي نزلت زي طلقه وكلهم سكتوا وحسوا قد ايه هي قويه من جوه. اخيرا وصلوا لمبنى وكاله الفضاء، بس لما دخلوا المكان كله متدمر، الاسقف واقع، الجدران فيها شقوق، وكل الاجهزه مطفيه. والكارثه الكبرى الدكتور اللي المفروض ياخد منهم المفتاح مات. اليأس كتم على قلوبهم. مارك قعد على الارض وقال خلاص كل ده راح على الفاضي. بس فجأة الكمبيوتر اللي في الزاويه نور، والشاشه اشتغلت، وطلع فيها واد راجل كبير في السن بنضاره وبيقول لو بتسمعوني يبقى لسه في امل، انا دكتور كيس والعالم بيقع، بس المفتاح اللي معاكم هو الفرصه الاخيره. كلهم قربوا من الشاشه والدكتور بدا يشرح المفتاح ده لازم يتحط في وحده الطاقه المركزيه، بس علشان يشتغل لازم تفتحوا النور في كل المحطه وتوصلوا الاشاره لاعلى نقطه في المكان. افا قالت اعلى نقطه الساري اللي فوق البرج بالظبط. قال الدكتور ولو ما عرفتوش الوحش هيلاقيكوا ودي نهايه الارض. وما ان خلص الجمله دي صوت مرعب رج المكان. الوحش الكبير فاق تاني، صوته كان بيشقق الزجاج، عينه بتلمع غضب وكل حركه منه بتهز الارض. جبريل بص للجميع وقال احنا ما بقيناش اطفال، احنا الجنود الوحيدين اللي فاضلين. مارك لبس القفاز بتاعه وقال يلا يا ابطال نخلص اللي بدأناه. افا بتجري وسط اسلاك الكهرباء والشرر بيطير حواليها، نفسها تقيل وايديها بتتراش. جبريل فوق برج عالي جدا والهواء بيهزه يمين وشمال، بس بيقول لنفسه لو خوفت دلوقتي يبقى كل ده ملوش معنى، ويظبط الاشاره. لكن من بعيد بيشوف ظل الوحش جاي عليه بسرعه، بيقول مش هلحق انزل ويمط. في اللحظه دي المفتاح بيشتغل، الاشاره بتتثبت والصاروخ بينطلق للفضاء علشان يدمر السفينه الام. كلهم بيتفرجوا من بعيد على ضوء الانفجار في السماء، واللي بعده الهدوء. اخيرا مش لازم تكون بطل خارق علشان تنقذ العالم، اوقات كل اللي محتاجه تكون شجاعه واصحاب ما بيسيبوش بعض وقلب مؤمن انه حتى اضعف واحد فينا يقدر يعمل فرق. اتعلمنا النهارده ان الشجاعه مش انك ما تخافش، الشجاعه انك تخاف وتكمل، وانك مهما كنت لوحدك دايما في فرصه تكون بدايه جديده، بس محتاج تاخد خطوه. اشكرك انك كملت معانا الرحله، ونقابلك في حكايه جديده وحدوته جديده، وسلام.